السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ سهيلة حاشة روحها في كل حاجة، مفيش حاجة الا لما ليه ايه؟ ليه ايه؟ تساعديني؟ تساعديني؟ تساعديني خالص بصراحة، تساعديني. ماشي، هتساعدني النهاردة يا جماعة. هي هتساعدني وان احنا بنعمل الاكل النهاردة. طب احنا هنعمل ايه النهاردة يا سهيلة؟ هنعمل حواوشي. لا، احنا هنعمل احلى حواوشي بيتي. تمام معايا؟ هتساعديني؟ ساعديني يا سهيل لما نشوف مساعدتك يا سهيل. نقرب الكاميرا كده. تمام. معايا هنا نص كيلو لحمة. ايه يا سهيل؟ سهيلة الترابيزة بتتهز يا سهيلة. سهيلة الترابيزة بتتهز. هنا معايا توابل قبل اي حاجة. التوابل دي شطة وبهارات، 7 بهارات وملح. تمام، وشوية فلفل اسود. نعيش بقى مع البهارات. نقلبها شوية مع البهارات كويس، وبعدين نحط الاضافات. مش عارفة سهيلة بتضحك عليا. بتضحكي عليا؟ مالي يعني، انا بعمل ايه عشان تضحكي عليا؟ ها؟ عشان ايه؟ علشان صوت الترابيزه، الرخامه. طيب يعني هعمل ايه طيب؟ ما بقولش حاجه. ماشي. نمزج التوابل كده كويس. سهيلة اللي عايزه تساعديني. عايزة ايه؟ هاتي البصل يا سهيل. زي شايفين كده البصل. بتقول لكم شايفين كده البصل؟ دول 3 بصلات مبشورين. تمام. هاتي كمان الدهن يا سوسو. فين الدهن؟ زي شايفين كده الدهن نص دهنية. نص دهنية. شايفين كده الدهن نص دهنية؟ لا، هو مش نص دهنية. ده اقل من ربع كيلو بكتير، يعني حوالي 100 جرام من الدهن. نقطعه صغير خالص. الحواوشي طبعا من غير دهن ما ينفعش، مش كده يا سهيلة؟ ينفع الحواوشي من غير دهن؟ لا ها؟ لا. امال الريحة تطلع ازاي بقى والجيران يخبطوا علينا ازاي يعني من غير الدهن ده؟ مينفعش يا جماعة. ما ينفعش. ما ينفعش ايه؟ يا جماعة. ما ينفعش يا جماعة. ما ينفعش يا جماعة. ما ينفعش ايه؟ يا جماعة. لا، ده مش فيديو حواوشي. ده مش فيديو حواوشي، ده فيديو فكاهي، مش كده؟ هاتي يا سهيلة الفلفل الالوان حبيبة ماما. جاي شايفين كده. زي شايفين كده؟ شايفين كده؟ طب احنا بدل ما نحط عليه ممكن الاحسن ان احنا نحط على جزء من الحواوشي، والجزء التاني نعمله سادة، علشان اللي ما بيحبش اللي بالخلطة بيحب السادة طبعا. خليه دلوقتي.
كده احنا خلطنا اللحمه بتاعتنا بالدهن بالبصل بالتوابل. تمام. احنا دلوقتي هنبتدي نحشي العيش بتاعنا. تمام. وهنشوف عايزه ايه؟ اجيب ايه؟ يعني بصراحه بتساعدني يا جماعه بطريقه اللي هو ما اقولكوش يعني. اتفضلي. هنشوف قد ايه اللي هيعمل معانا كميه قد ايه. مش عارفه تلبسي الجلافز يعني هتعملي ايه يعني؟ مش فاهمه انا. ان شاء الله هيعمل معانا كميه كبيره لان احنا ضايفين له بصل. وبصراحه انا ضفت شويه بصل تاني لما فصلت الفيديو علشان لقيت البصل قليل، وزودت كمان شويه دهن هيعمل معانا كميه كبيره. هنحط الفلفل الالوان كده حاجه بسيطه كده. استنى ايه يعني؟ ثانيه واحده. انت مش بتساعديني، انت بتعطليني. معاهم شويه جبنه ميكس كده. جبنه الميكس بصوا يعني بتودي الحواوشي في حته تانية خالص. بصوا الرغيف بيبقى شكله عامل ازاي. بصوا من جوه. تمام. أما أنت ما تعرف. ممكن تساعديني؟ هو انت ممكن تساعديني بحاجه واحده يعني انك تقعدي ساكته، لكن ازاي سهيله تسكت ازاي؟ الجبنه هنا. كده ثانيه واحده يا سهيله. لا لا، كتير كتير كده، كتير كتير. حطي يلا وخلصي. بس تمام عليكي كده. بس الله اكبر الله اكبر. هدن في ودنك دلوقتي. بس خلاص. مية مية. مية مية. مية مية. ده انت ساعدتيني مساعدة يا سلام. عندي شايفين كده. زي ما انتوا شايفين كده سهيلة يعني مش عارفة الرغيف لو طال هيهب منها ويجري. مش كده برضو كده والله. خلي بالك لا يقع منك. انت يا ماما. يا سلام يا سلام. يا سلام، هي حطت نص كيلو اللحمة في الرغيف خلاص. هتعيش. على فكرة العيش اتقطع منك يا سهيلة. هعمل ايه؟ تعملي ايه؟ هعمل ايه يا ماما؟ تعملي ايه؟ يعني تغطيني شوية، هو ده اللي تقدري تعمليه. بالراحة بالراحة. طبعا انا سايباها تشتغل معايا يا جماعة علشان اولا لازم اشجعها، ثانيا يبقى عندها ثقة في نفسها كده، وثالثا وده الاهم وانا في مرة لوحدي. وهي بتقولكوا هي في مرة هتطلع لوحدها يعني هي خلاص هي مش محتاجيلي. ثالثا وده الاهم ان الحواوشي ده لينا مش طالع اوردر ولا حاجة.
فتعمل بقى اللي هي عايزاه. هنكمل الكمية كلها ونرجع مع بعض. احنا كده حشينا الحواوشي بتاعنا كله. لازم تحط ايدها طبعا. حشينا الحواوشي بتاعنا كله. شوفوا نص كيلو لحمة مع البصل مع الدهن عمل معانا 15 رغيف. ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين؟ واللي بالخلطة ده بيبقى تحفة على فكرة. هوريكم طريقة للتسوية. يعني معظم الناس بتسوي في الفرن، احنا مش هنسوي في الفرن. انا عن نفسي يعني بسويش في الفرن. هوريكم طريقة للتسوية ان شاء الله تعجبكم. دي ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. طيب دي طاسة كده فيها شوية زيت كده. تمام. طب انا عايزة اعمل ده، انا عايزة اعمل ده الاول. معلش معلش. هننزل كده بالرغيف فيهم. لازم وش الرغيف برضو يكون في زيت. انا بسوي بالطريقه دي. تمام، ما بحطش في الفرن خالص. هو الزيت كتر شويه معلش في الطاسه، معلش بقى. بسوي بالطريقه دي اسرع. بس هو بصراحه انا مش بعمل واحده واحده زي كده. انا عملت دي بس كده علشان اوريها لكم. لكن انا في الاساس يعني لا، انا بعمل في صينيه جريل كبير كده وبدهنه زيت، وبدهن العيش وش وظهر زيت وبحطه، ويعني بيستووا كلهم مره واحده واقلب فيه كده كل شويه. تمام. شوفي ماي. مش عارفه يا سهيله في ايه بالظبط، مش فاهمه والله. بتدخلي ورايا ليه؟ مش فاهمه. ريحته طالعه جدا على فكره، ريحته جميله. بنقلبه كده. حمر النجا. حمر اهو. جدعة. تمام كده. انا اخليه بس حبه كده من تحت. مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. ريحة جميلة. الريحه ايه؟ جميلة. جميله. خد ده. هنلاقينا. وده ايه ده؟ هناخده والله. كله هيتعمل وكله هيتاكل، مفيش حاجه هتقعد. شايفين من جوه ايه؟ جميل. مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. هنطيب باقي الكميه ونرجع. شايفين شكل الجبنه من جوه ايه؟ مش عارفه افتحه بصراحه.
تحفة. نكمل بقى تسوية بقى الحواوشي بتاعنا ونرجع. كده خلصنا كل طب ممكن اتكلم انا؟ اتكلم ازاي انا وانت يعني؟ ده بعد ما سويناه كله تمام. شوفوا نص كيلو عمل معانا قد ايه بالخلطة وسادة، والطحينة طبعا اللي ما فيش غنى عنها، والكاتشب والسلطة. كده كله باين تمام. نبقى احنا بقى ساعدتيني. ارتحتي؟ ارتاحت هي كده يعني. هي لازم تعمل اللي هي عايزة. مدتش موجودة. ما كنتش موجودة فين؟ معايا. انت كل ده وما كنتش موجودة معايا؟ امال لو كنت موجودة هتعملي ايه تاني؟ قاعدة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها، وما تنسوش اللايك والتعليق، واللي ما عملش متابعة يا ريت يعمل متابعة. ودوشناكم انا وسهيلة النهاردة، مش كده؟ أنا انت ايه؟ في مرة كده أنا عملت اختراعات حلوة. في مرة كده هي هتطلع لوحدها تعمل لكم اختراعات حلوة. اختراعات. فربنا يستر. يلا قولي السلام عليكم. أنا عملت. خلاص كده. السلام عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.